السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو على القناة. ان شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. الفيديو نتاع اليوم غادي نقدم لكم طريقة كما نقولوا حنايا في الصحراء ولا في بشار بالاخص نقولوا تمرة وزير اللي تكل مع الدنداب في النفاس، تاكل مع الزميطه ولا الطمينه. نخدم بالتمر كما راكم تشوفوا. عندنا هنايا تمر حميره، هي تخدم بالتمر حميره ولا بالتمر المعجون، وتجي بالاخص نقولوا حنا بالتمر الحميره تكون شويه قديمه ولا ثاني بالتمر المعجون تكون قديمه كتجي احسن بها تمره وزير. كما هكذا راها مغسوله ونقينا لها العلف نتاعها وتفور وتكون كيما هكذا سخونه حاميه برحله زعما نقولوا غير تفوريها نيشان تخدمي بها، زعما ما تقعديش ان بيريود زعما تسنيها تبرد ولا تخدمي بها وهي حاميه كيما هكذا. ها هي مبلوعات النواه ولا العلفه، وكل واحد يدير لا كونتيتي هو ولا المقدار هو اللي على حسب هو شحال باغي. تقريبا انايا هنايا عندي كيلو تقريبا ولا كيلو ورطل. نسحقهم التمر اللي هو الاساس، تمر حميره وتكون منزوعه النواه وتكون مفوره ما تكونش بارده تكون سخونه. نسحقوا لازير كما راكم تشوفوا كيما هكذا، يكون هكذا تروح عند العشاب تقول له عطيني لازير يعطيه لك كيما هكذا، تنقيه وتغسليه ويندك كيما هكذا على شكل بودر ولا كيما هكذا. هذا هو لازير مدقوق. ونسحقوا الزيت باش نخلطوا تاعنا التمره وزير تاعنا ما فيهاش المقادير بزاف، مانطا فيها التمر فيها لازير مدقوق والزيت باش تخلطي المقادير تاعها. كما قلت لكم التمر خاصها تكون حاميه سخونه باش تعجن لكم مليح. غادي نبداو ان شاء الله نعجنوا في التمر كما راكم تشوفوا. لازمها تكون حاميه باش تجيكم ساهله العجين. غاديش تنجموا تستعملوا يديكم لحقاش غادي تكون تحرقكم. نستعين بمغطى ولا هكذا باش تجيكم حاميه. نعجنوها هي قد ما كانت التمر مفوره مليح تجيكم سهله في العجين. هي كتفور نفور التمر في الاول هي الاولى، مع تفور لينا ننزعوا لها النواه نتاعها العلفه، من بعد نعاود نرجعوها تفور لينا التفويره الزابجه باش تبقى طريه، باش تجينا طريه كيما هكذا. تبغى شويه مغرفه تكون كبيره باش تساعدكم في العجين تاعها. تشوفوا الشكل تاعها ديجا بدا يتعجن. مولات شحال ولا تعطينا الشكل كيما هكا. غادي نزيدوها لازير اللي دقينا، منزيدوش كونتيتي بزاف، مانبقاو كلنا 6 قياس مغرفه شويه كبيره. نزيدو الزيت سعينا ميزاننا تتجمع لينا. نزيد تقريبا نص كاس زيت الزيتون. فلاطون راكم نورمالمون كتبقاو تخدموا تحسوها باللي راهي بردت، نجمعوها بيدينا باش تجي تعجن لينا مليح. ولا لقيتوها سخونه تقدروا تستعملوا المغرف ولا الغسيله اللي راكم تعجنوا بها باش تعجن. هاد الوصفه نستعملوها في النفاس، تكون عندنا جديد مولود جديد نديروها النافسه، نديروها في 3 ايام، نديروها في الاسبوع. هي مفيده
المرة اللي تكون نافسه كتزيد تقوتها هكا كيما راكم تشوفوا. تعجن مليح. ونصيحه باش ما تقولوش انا راهي ما قالتليناش، ولا اللي تكون حامل ولا في الشهور الاولى نتاعها ما تكثرش منها، لحقاش لازير حامي وممكن يطيح البيبي. لبيها واحد خاصه ياخذ الحذر تاعه من لازير. غنحطوها مع الزميطه اللي وريتكم في الفيديو السابق الطريقه تاعها، يجوا مع بعض. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، تجي كيما هكذا. هي مفيده جدا للمرأة النافس واي واحد مفيده له. ها هي بعد ما نميناها مليح تجي في هذا الشكل. كما قلت لكم في الاول كل واحد يدير القياس هو اللي راه باغي. كتجي رائعه، جربوها ان شاء الله وتشوفوا.